السلام عليكم. عمرك نزلت ابلكيشن ولقيته بيطلب اذن ملوش اي علاقه باللي انت داخل علشانه، زي برنامج آلة حاسبه طالب يوصل للارقام اللي عندي على التليفون؟ ده ليه؟ تعالى اقول لك ايه اللي بيحصل. بص، في حاجه في الديزاين عندنا اسمها الباترنز، وده نوع معين من الدارك باترنز، زي ان التطبيق يحطك في موقف معين لازم تعمل allow او تعمل موافقه عشان تعدي الخطوه اللي بعدها. زي مثلا ابلكيشن صور بسيط انت منزله على تليفونك عشان تعدل بيه صور، فجاه تلاقيه طالب منك الوصول لجهات الاتصال عندك على التليفون. طب ايه ده؟ هو ماله ومال ارقام صحابي؟ هو عايزهم في ايه؟ لا ما تقلقش، هو بيجمع بيانات اكتر عشان الاعلانات. وبرده في استخدامات تانية، زي انت لو عندك طفل مثلا ونزل لعبه معينه، هتلاقيه طالب طبعا ان انت تفتح له النوتيفيكيشن فيها، او مثلا بيقول لك اسمح بالاشعارات وخد 200 كوين جوه اللعبه. فطبعا ما هتلاقي معظم الناس بتوافق انها تاخد ال 200 كوين، اللي هينزل اللعبه هيفتح الاشعارات ما فيهاش مشكله. هتلاقي اللعبه حرفيا بتزعق لك كل نص ساعه خش العب خش العب بنوتيفيكيشن موجهه ليك عشان تخش اللعبه تاني. وطبعا هنا انت وقتك جوه بيساوي فلوس اكتر ليهم. فنصيحه، لو الاذن ملوش اي علاقه باللي انت داخل تعمله جوه التطبيق ده، ارفضه من قبل ما تفتح الاب. ولو حسيت ان التطبيق بيضغط عليك ولازم تقبل، فاعرف ان هو عايز الكلام ده عشان يظبط تجربه المستخدم بالنسبه له، ويبعت لك نوتيفيكيشن اكتر ويخليك اكتر وقت ممكن جوه الاب ده. بس كده وشكرا. انا عبد الرحمن نبيل، وده فيديو من سلسله إيه اللي بيحصل.